هلو. النهاردة هنتكلم عن لوحة مهمة جدا وقريبة لقلبي بشكل خاص. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أشهر اللوحات في العالم، لوحة للفنان الهولندي فان جوخ. اللوحة اسمها ليلة النجوم Starry Night. لما نبص على اللوحة دي أول حاجة بتشدنا ليها هي السماء، لكن الحقيقة إن اللوحة دي مش عن النجوم قد ما عن إنسان اللي رسمها. فان جوخ كان فنان بسيط جدا، ولكنه كان مختلف عن غيره كتير. ما كانش مشهور في حياته، وتقريبا ما باعش ولا لوحة وهو عايش. اللوحة دي اترسمت سنة 1889. كان بيشوف السما من شباك أوضته وهو قاعد في مستشفى للأمراض النفسية في فرنسا. ليه؟ عشان كان بيعاني من نوبات اكتئاب شديدة وعنده مشاكل نفسية كبيرة. الرسم كان بالنسبة له علاج لروحه. وطبعا اللي رسمه في اللوحة دي ما كانش منظر حقيقي، ده كان تفسير شخصي. لو بصيت للسما هتلاقيها مش هادية أبدا، دوامات وخطوط قوية وحركة مستمرة، والنجوم كبيرة ومنورة كأنها بتطلع طاقة، والقمر بيلمع وسط كل اللخبطة دي. السما ما كانتش مجرد منظر، دي كانت مشاعر مضطربة جواه وحياته الداخلية اللي مش هادية أبدا. في اللوحة دي في شجرة سودة طويلة واقفة بين الأرض والسما، كأنها جسر بين الواقع وبين أفكاره وروحه وخياله. الشجرة دي كانت بترمز للموت، ولكنها كمان كانت بترمز للخلود والروح. تحت كان في قرية هادية ألوانها مطفية ساكتة خالص، وده تناقض جميل جدا، فوق حركة ومشاعر وتحت هدوء وراحة. وده اللي كان الفنان فان جوخ نفسه كان يوصل. اللون الأزرق بيدل على الليل والوحدة والعزلة، واللون الأصفر بيدل على النور والأمل والطاقة. والميكس ده كان ممكن تشوفه في لوح كتيرة جدا، بس بالذات في اللوحة دي كان غريب قوي. الأسلوب الفني ده اسمه ما بعد الانطباعية، يعني مش رسم واقعية خالص، لكن تفسير للفنان للعالم اللي جواه. الإحساس أهم من دقة الرسم، وده اللي خلى اللوحة مكملة لحد دلوقتي. هي موجودة في متحف في نيويورك. الغريب كمان ان الفنان فان جوخ ما كانش بيحب اللوحة دي في حياته، لكن بعد وفاته بقت من اشهر لوح العالم. ستاري نايت مش بس لوحة، دي تجربة انسانية كاملة. حياته وتعبه ومشاكله واحساسه وحياته المضطربة، لكنه برضه لسه شايف النور. كل مرة تبصي فيها للوحة دي بتحسي بلخبطة، مشاعر، هدوء، على حركة قوية، على ألوان مفرحة منورة، على ألوان قاتمة وغامضة. لخبطة كده ميكسي لخبط أي حد، بس ستيل اللوحة دي كل حد يشوفها يحس فيها بشيء مختلف. بس كده، باي باي.